فوز مطمئن للزمالك. الرتوش الأخيرة بين بن شرقي والزمالك، إمام عاشور والأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة زملكاوي. إزيكم يا جماعة؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة هنتكلم في 3 مواضيع مهمة جدا، يا ريت تكملوا الفيديو للآخر. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة واضغطوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم. أول موضوع هنتكلم فيه هو فوز مطمئن للزمالك. مبروك للزمالك اليوم. الفوز كان حلو جدا على فاركو 3-1 في كأس مصر بعد فترة طويلة إن الزمالك ما كانش فيه بيلعب فيها كورة. أولا الحلو في الموضوع إن في تصاعد في أداء الفريق، وكان الزمالك كان مسيطر في معظم الوقت، وكان في تقارب للخطوط، وكانت المساحات كمان كانت قريبة من بعض. الزمالك كان افضل في معظم اوقات المباراه. اللي كان بس فيه ان اداء الدفاعي كان سيء جدا، وخط النص كمان لازم يحدث له فيه تدعيمات. بالتغيير والصفقات الزمالك اللي هيجيبها باذن الله في الموسم القادم هيتحسن كتير. ده بالنسبه للزمالك. نقول له الف الف مبروك للفوز بتاع النهارده. الموضوع الثاني اللي احنا هنتكلم فيه هو الرتوش الأخيرة بين بن شرقي والزمالك. هناك 3 أطراف. ال3 أطراف دولت مرحبين بانتقال بن شرقي لمين؟ للزمالك. الطرف الأول اللي هو بن شرقي نفسه، الطرف الثاني اللي هو نادي الزمالك، الطرف الثالث اللي هو الجزيرة الإماراتي. ليه ال3 مرحبين؟ لأن هناك وفي تلاقت كمان وجهة النظر ما بينهم. وجهة النظر بتاع بن شرقي بالعودة. ليه؟ لأن بن شرقي عايز يرجع بعد فشل مشروع ارتباطه اللي هو كان مسافر عشانه الإمارات، وكمان تعلقه بنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. الطرف الثاني اللي هو نادي الزمالك كمان كان له رغبة، لأنه ده لاعب كبير وصنع تاريخ مع نادي الزمالك، فنادي الزمالك نفسه عنده رغبة ان بن شرقي نفسه يرجع لنادي الزمالك. طيب الطرف الثالث اللي هو الجزيرة الإماراتي، ليه هو كمان عايزه يروح لنادي الزمالك؟ لأن راتب بن شرقي هو 2 مليون و200 ألف دولار، والجزيرة الإماراتي عايز يشتري لاعب جديد الفترة اللي جاية. وعقد بن شرقي كان مع الجزيرة الإماراتي 3 سنوات، قضى منها سنة ولسه له سنتين. لو عايز يمشي لازم يدفع له سنتين. السنتين هم ب4 مليون و400 ألف دولار، وده بيعتبر مبلغ كبير. فكان الحل ان هم يعملوا هو الإعارة لمدة سنة، ولكن عقده فيه مشكلة ان راتب بن شرقي 2 مليون و200 ألف. الزمالك ما يقدرش يدفع المبلغ ده كله. فالجزيرة الإماراتي قال له طب أوكي خده ببلاش، ادفع أنت الإيه، يعني أنا مش هاخد منك فلوس، اديله أنت مرتبه. الزمالك طبعا ما وافقش لأن ده بيعتبر مبلغ كبير جدا عليه. فقال له خلاص أنا هساعدك في العقد بتاعه بنص مليون دولار. برضه الزمالك بيعتبر 1,700,000 بيعتبر مبلغ كبير عليه. خلاص قال لي بن شرقي انت كمان ممكن تتحمل 400 ألف دولار، والزمالك في الحالة ديت ممكن يدفع 1,400,000 ألف دولار. ده اللي هو الزمالك يقدر يدفعه كمرتب. ولذلك أنا في رأيي إن لو بن شرقي تنازل هيبقى بن شرقي قريب جدا من نادي الزمالك إن هو يرجع لنادي الزمالك تاني مرة أخرى. لو اتفقوا ال3 أطراف يخلص الموضوع بسهولة جدا جدا. الموضوع الأخير اللي احنا هنتكلم فيه هو إمام عاشور والأهلي. في امبارح إمام عاشور مسح الزمالك من على حسابه، وبعدين عمل عدم متابعة لصفحة الزمالك، وكمان في الانستجرام عمل انفولو، يعني عدم متابعة كمان للزمالك كمان. فده معناه ايه؟ هل هو المعروف ان هو زعلان من الزمالك؟ طبعا. ليه؟ لانه عايز يرجع الزمالك، ومع الزمالك لسه بيفكر في الامكانيات الماديه اللي هو ممكن يرجعها ولا لا، لان خلاص امام مش عايز يرجع الدنمارك تاني وعايز يرجع تاني لنادي الزمالك. فباين على نادي الزمالك ما ادالوش الوقت الكافي او تفاهم معاه، فهو اصبح زعلان. هل زعله ده هيخليه يتجه الى نادي الاهلي؟ مش عارفين طبعا، ده هيبان في الاوقات القادمه.
انا نفسي مش عارف، ولكن كل الاخبار اللي جايه جديده باذن الله هنوصلكم بيها. احب اشكركم جدا من كل قلبي، واتمنى ان كنتم تعملوا لايك، والف شكر على انكم تسمعوا لي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.